واش لي زامي سكو صافا، مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نكتشفوا واحد جوج ديال المعالم التاريخيه اللي عندهم تاريخ كبير في مدينه الصويره، والصراحه اللي كتعتبروا من البلايص السياحيين في مدينه الصويره. وإلا جيتي للصويره وما جيتيش ليهم بحال ما كنتيش في الصويره. بزاف ديال الناس ما كيعرفوهمش، وبزاف ديال الناس كيجيو للصويره كيجيو كيتسركلوا في السقاره وكيتسركلوا في البلايص المعروفين، وما كيجيوش لهاد البلايص اللي خارجين الصراحه لمدينه الصويره بواحد جوج ديال الكيلومتر، ولكن كيستحقوا انك تضرب على قبلهم دوك جوج ديال الكيلومتر لانه فريمون كيستحقوا. ومن طبيعه الحال هاد البلايص هادو ما غاديش نمشي لهم بوحدي، غيكون معايا خوسي لويس، وحنا غادي نكتشفوا هاد المعلمه التاريخيه اللي كتسمى درب السلطان. الصراحه كيبانوا بحال ضايعين هنا في وسط الصحراء. المهم كنا في وسط هاد الرمله وكاين واحد شويه ديال الشرقي، هذيك الرمله كدير كضربنا على الوجه ديالنا، ولكن هاني. المهم هو اننا نمشيو نكتشفوا هاد المعلمه التاريخيه ونقربوكم من هاد المعلمه التاريخيه. اي فوالا دابا وصلنا لديك المعلمه التاريخيه اللي كتسمى دار السلطان. المهم غندخلوا لها من الداخل نكتشفوها، غنقربوكم من هاد الدار كيفاش دايره من الداخل، ونصوروا لكم دوك البقايا ودوك الاسوار ديالها، لانه فريمون هادشي اللي بقى فيها مبقاش فيها بزاف. ولكن خصكم تعرفوا هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا هنايا هادي مدورين فيها بزاف ديال السطوريات، كيجيو ناس من مختلف بقاع العالم كيديروا سطوريات دوك اللعيبات في هاد البلاصه هادي اللي بقات في دار السلطان. انا ما غاديش نكتفي غير بهاد البلاصه، بطبيعه الحال غادي ندور هنا لداخل وغادي نصور لكم اشنو كاين، غنحطكم نتوما في قلب الحدث. فوالا احنا دابا في وسط ديك المعلمه التاريخيه. الصراحه بقاو غير الاطلال ديالها هنا كيف ما كتشوفوا. المعلمه اللي بناها المولى مولاي عبد الله مؤسس مدينه الصويره في القرن 18، كان كيستضيفوا فيها كبار الشخصيات وكبار المسؤولين اللي كانوا كيجيو لمدينه الصويره. وكاينه واحد الروايه اخرى كتقول بانه هاد الدار هذه بناها واحد من التجار الكبار هنايا، وسكن فيها واحد المده قليله، ومن بعد عطاها على شكل هبه للمخزن. المخزن ولا كيستقبل فيها الشخصيات الدبلوماسيه الكبيره اللي كتجي هنايا لمدينه الصويره. هادو من بين المعلومات التاريخيه اللي لقيت على هاد البلاصه اللي كتسمى دار السلطان. وبعد التاريخ الكبير اللي دوزت هاد البلاصه هذه اللي كتسمى دار السلطان من استقبالات لرجال كبار في مختلف المجالات تسدت وبقات تحت الحراسه ديال سكان الديابات. الديابات هي ديك المنطقه اللي كتشوفوا ليها واحد المنطقه جات معزوله على مدينه الصويره، ولكن هي تابعه لمدينه الصويره ومحسوبه على مدينه الصويره. وهاد الدار هذه بعد ما تسدت بقات مسدوده مده طويله حتى رابت بحال هكا، وبقاو فيها غير هاد الاطلال هادو. وهاد المعلمه التاريخيه واخا رابت وطاحت وبقاو فيها غير الاطلال، سنه 2020 تم تصنيفها ضمن الاثار التاريخيه المغربيه من طرف وزاره الثقافه. وكيف ما قلت لكم في البدايه، فهاد البلاصه هذه كتعتبر من بين المناطق السياحيه اللي مشهورين هنايا في مدينه الصويره، واللي كيجيو لهم بزاف ديال الناس للصويره، وخصوصا الاجانب هما اللي كيعرفوا قيمه هذا الشيء التاريخي، هما اللي كتلقاهم بزاف هنايا، كيجيو على رجليهم ولا كيجيو عن طريق الخيول ولا شي حاجه. المهم بزاف ديال الاجانب كتلقاهم هنا كيجيو كيكتشفوا هاد البلاصه هذه اللي كتسمى دار السلطان. هاد البلاصه الى جانب كونها معلمه تاريخيه وعندها واحد التاريخ كبير، فمنها ممكن تشوف احسن لي فيو لمدينه الصويره. مثلا هاد البلاصه هذه من هنا، ولا هاد القوس عاوتاني من هنايا تشوف ديريكت لها جهه لابلاج. وكاينه هاد البلاصه هذه اللي كتشوف جهه الغابه. الصراحه هنا ممكن تاخذ احسن تصاور، لان البلاصه الوحيده اللي بقات صحيحه هنا وكيجيو يتصوروا فيها الناس بزاف هي هاد البلاصه اللي فيها حنا دابا، هي هادي. المعلمه التاريخيه الثانيه اللي غادي نزوروا اليوم هي برج البارود. الصراحه جيت لمدينه الصويره ما جيتش هاد البلاصه هادي بحال ما كنتيش في مدينه الصويره، لانه فريمون واحد البلاصه اللي تستحق انك تجي ليها. ما غتخسر والو، لانه غتجي مع لاكوت وانت مستمتع بلاكوت حتى ليها، وغيطلع تما وغتستمتع، خصوصا اذا كان شي منظر ديال الغروب غتعيش احسن لحظه بالروج.
هذا هو برج البارود. الصراحه من بعيد كيبان بحال شي حجره، ومن طبيعه الحال في تحت ديالو كاينه غير حجره، ولكن في الفوق ديالها مبني هذا البرج. هادشي كامل اللي كتشوفوا هنا كامل مبني، كيف ما كتشوفوا هاد الحجرات اللي هنا كيبينوا لكم بان هادشي هذا مبني. هاد البلاصه هذه كانت عباره على واحد البرج ديال المراقبه اللي كانوا من هنا كيراقبوا دوك السفن اللي غيدخلوا لمدينه التصويره وداكشي، لان جل المدن المغربيه الموجوده على السواحل كانت كتعرض للهجمات من القراصنه. داكشي علاش كانوا كيديروا هاد الابراج هادو باش انهم يراقبوا هاد المدن. كيف ما قلت لكم مدينه التصويره من بين المدن الساحليه اللي كانت كتعرض بزاف للهجمات ديال القراصنه، داكشي علاش كانوا مديورين بزاف ديال الابراج ديال المراقبه. هنا فين كانوا كيجلسوا دوك الحراس باش انهم يراقبوا السفن اللي كتجي من هنايا كتبغي تدخل لمدينه التصويره. كاين هذا البرج هذا وكاين الابراج الاخرين اللي كاينين لهيا في السقاله القديمه. الى برج المراقبه، هل تسمعوني؟ هل تسمعوني يا عبيد؟ أعدوا المدافع، إنني أرى سفينة القراصنة تتجه نحوكم، تتجه نحو الميناء. أعدوا المدافع، استعدوا للهجوم. هيا يا عبيد، إنها تقترب منكم أكثر فأكثر. أعدوا المدافع. الصراحة أحسن حاجة هي أنك تعيش الدور ديال واحد مراقب هنايا في هذا البرج. مفكرش أنني نمثل لكم هذا المقام من هنا، ولكن حتى هنا قاضي الغرض. المهم هو أننا نوصلوا لكم الفكرة. الصراحة شي حاجة ناضية. الصراحة ما كرهتش انني نطلع لديك البلاصة لهي الفوق ونصور لكم داك البرج ديال المراقبة اللي كاين تما، ولكن راه المراقبة ديالها صعيبة هنايا. الصراحة كاين واحد الطريق من هنايا ولكن فيها هاد الربيع خضر بحال هكا كيزلق، وانا ما نقدرش نريسكي بكاميرا ولا عباد، داكشي علاش غنصور لكم غير من هنا. المهم بالنسبة للناس اللي غتجي هاد البلاصة هادي راه انتم غتجلس هنايا غادي يبان لك بان داكشي كامل الفوق راه غير مبني، والحجرة هي اللي كاينة هنا لتحت.